صباح الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم كيكه التفاح بطريقه جديده. شوفوا معي هذه المقادير. في البدايه راح نحتاج اولا الى هنايا عندي كاس وربع من الفارينه، راني كلت بهذا الكاس. نحتاج ايضا الى كاس الى ربع سكر، نصف كاس من الحليب، نصف كاس من الزيت، لافاني، جوج حبات بيض، كيس من خميره الحلويات. شوفوا معي كيفاش حنخدموها. كسر جوج حبات بيض، الحبه الثانيه نزيد السكر نخلطهم، لافاني ملعقه صغيره هكاك نخلطهم مليح. حنخلطهم لمده 5 دقائق ونرجع لكم. نزيد الزيت، الفرن راني شعلت عليه هكا باش يطيب لنا مليح، لازم يكون الفرن شعلنا عليه. نزيد الفارينه نصفيها بسم الله، نخلط غير بالعقل. نزيد من النصف الاخر يبقى بربع عفوا. خميرة الحلويات هي تاني نصفيها كيس، تجي يابسة راكم شفتوها. بعد هادو الان حنفرغها في المول، دهنته بالزبده والفارينه، رشه من الفارينه. شوفوا معايا بسم الله. نجيب هذاك التفاح هكا، رشيته بالقرفه، شويه سكر شويه لافاني. اللي ما يحبش القرفه ما يديرهاش، انا نموت على القرفه، نحب ندخلها بزاف في الطياب. بيان سور كاين حاجات ما تدخلش فيهم، بصح كيما هكا لاطاخ تاع التفاح ولا كيك. حنرش شويه قرفه، حاجه خفيفه فقط. مسحي دقيقه. قلتلكم اللي ما يحبش القرفه ما يكثرش. نزيد شويه رشه سكر، اللي عندها السكر بني دير السكر بني، انا ما عنديش، لهذا حنرش رشه خفيفه فقط.
ونزيد شويه زبده من الفوق. هكا باش يتحمر لنا هذاك التفاح. هذا هو القصد من الزبده. راح وجدت، انا راح ندخلها للفرن طيب. كيكه التفاح ديالنا بعد ما طابت لمعتها بلا جولي كما راكم تشوفوا فيها، جات الله يبارك. هذه هي، نقسمها لكم تشوفوها خفيفه. بسم الله. قسمت معكم باش تشوفوها كيفاش جات، ان شاء الله تعجبكم يا ربي. فقط بالنسبه للتفاح، بعد ما غسلته ونقيته وقطعته مكعبات، درت له شويه قرص شويه قرفه شويه سكر وخليته، ثم رميته فوق الكيك تاعي. ولا عجبتكم هالوصفه ما عليكم سوى الاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله.